كيف دايرين؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وقضيه جديده. القضيه ديال اليوم غادي تمشي بين النواحي مدينه طنجه، وبالضبط في سنه 2014 نهار السبت مع 3 ديال العشيه. واحد السيد اتصل بالبوليس وعلمهم بانه جا للدار ديالو ولقى الخطيبه ديالو مقتوله في الدار. هاد السيد منين شاف راسو حصل حصله خايبه، والسيده اللي هو معاه في علاقه غير شرعيه وساكنه معاه في نفس الدار ولقاها مقتوله ومطعونه في كرشها. اذا ما عندوش كي غادي يدير، ما يعلمش بهذه الجريمه اللي وقعت في قلب دارو. الشرطه انتقلوا مباشره لهذيك الدار اللي جات في واحد الحي راقي وسط من واحد العماره. منين دخلوا لقاو الدار كلشي في بلاصتو، حتى حاجه ما مهرسه، حتى حاجه كذلك ما تنخرط. التليفون، الفلوس، كلشي في بلاصتو. والسيده كانت طايحه في الارض ومطعونه بطعنه وحده اللي كانت جايه في الجنب ديالها، ونسبت كذلك بزاف ديال الدم. من خلال المعاينه ديالهم للضحيه تبين ان ماشي بزاف باش تقتلات، وان بينها كانت يلاه فيقه من الناس. وهذا الشيء بين من خلال الملابس اللي كانت لابسه اللي كانوا ديال الشرطه. كذلك لاحظوا بان الباب كان عادي، ما مهرس ما مفروع، مسدود. في الوقت اللي جا هاد السيد للدار كيقول مع 3 ديال العشيه لقى الباب مسدود وفتحوه بالسارد، يعني شي واحد كان معاه في الدار في ذاك الوقت وقتلها ومشى في حالته. البوليس قلبوا الدار كامله ما لقاو حتى شي اداه الجريمه، وتعلمت النيابه العامه بالامر وداو الجثه لمستودع الاموات باش يتدار لها التشريح. السيد مول الدار كيقول ان الضحيه كانت حامله وانه كان قريب غادي يتزوج بها، وكانت ساكنه معاه مده ديال شهر ونص تقريبا من النهار اللي شرا ديك الدار وهي معاه. ومنين كان خارج الصباح مشى للخدمه ديالو، خلاها ناعسه في بلاصتها. ومنين وصلت ل 12 ديال الصباح بقى كيصوني عليها باش يسول فيها زعما، لكن هي ما يصوني، ما كانش كتجاوبو في ذاك الوقت. بقى بالو نشطون عليها، ولكن قال ربما دخلت الدوش ولا باقيه ناعسه. منين سال السيد الخدمه ديالو وجا للدار لقاها في ديك الحاله. فشكون هي هاد السيده؟ وشكون هي قصتها حتى وصلت لهاد الحاله؟ وشكون اللي قتلها وهي حامله؟ هادشي اللي غادي نعرفوه في التفاصيل الجايه. وغادي نبداو الهضره ديالنا من عند واحد العائله اللي متكونه من اب وام وولدهم. هاد العائله كانت عائله بسيطه بزاف، عايشين على قدهم ولكن قانعين وراضيين باللي عندهم. الاب كان شخص اللي طيب مع كل شيء، كيتعامل مزيان، كيصدق، كيدير الخير، لدرجه ان دارو ديما عامره بالضياف. اللي كيلقاه في الزنقه كان كيعرفو ولا ما كان كيعرفو، كان كيدخل ياكل مع داك الشيء اللي قسم الله. المهم كان معروف في داك الحي ان ربي ديما رازقو من حيث لا يحتسب. قلبو كان بيض وحنين وكيبغي الخير للناس. المهنه ديال هذا السيد كان خراز، كل صباح كيفيق كيمشي للمحل ديالو، والابتسامه اللي كانت ما كتفارقش وجهه، يضحك مع الصغير ومع الكبير، كل شيء عنده كيف كيف. كانوا عايشين فرحانين، عائله اللي عايشه في سعاده والبساطه الدائمه. دازت سنين والولد ديالهم اللي سميتو مصطفى غادي يكبر وغادي يولي يعاون باه في الحرفه ديالو واللي هي تا خراز. ولكن واخا هكاك الاب ديالو ما سمحليش باش يخلي القرايه ديالو، بالنسبه ليه كانت مهمه ومهمه بزاف. ولد واحد اللي عنده بغا يشوفو كيف بغا هو في مناصب اللي تكون مزيانه وكبيره. بقى مصطفى كيتعلم الحرفه حتى ولا كيتقن المهنه ديال باه مزيان، خصوصا في الصيف كان ديما كيخدم مع باه. الاب فاش كان كيشوف الدراري جالسين في الزنقه كيلعبوا كان كيقول ليه سير تجلس مع كرانك ولعب معاهم وخلي عليك الخدمه حتى تكبر ورا ما تخدم. ولكن مصطفى كان كيبغي يتعلم وكيبغي حتى هو يخدم ويجيب الفلوس من صغره. ما كانش عنده الغرض يصبح ناعس في العطله او اللي يلعب كره مع صحابه كيف كيديروا جميع الدراري قدو. لا، هو كان كيبغي تماره والتمير. المهم مصطفى كبر وكان متفوق في الدراسه ديالو، كان ولد مربي ومخلق بحال الاب ديالو تماما، نسخه تبقى الاصل. منين وصل مصطفى للجامعه خدا الاجازه ديالو
وخدم موظف في واحد الشركه سهل عليه الله ولا كيتخلص مزيان، وحيت هو الولد الوحيد عند والديه ما خلى ما دار على قبلهم. صيفط الاب ديالو للحج وكانت هذه هي الامنيه ديالو. منين عقل على راسو هو كيسمع با كيطلب من الله يحقق له هذه الامنيه، حتى صيفطو ولده. وهذا ناتج على التربيه الصالحه اللي كان كيربي بها ولده. مصطفى كيقول ان الاب ديالو عمرو ما هز عليه يديه وعمرو ما شافو هز الهم الغدا، ديما ضحك ونشط واخا ما يكون عنده حتى ريال. ومع مراتو عمرو ما ضربها وديما فاهمين. كبر مصطفى وسط واحد الجو نقي وقدر يشري دار بالكريدي وشرا حتى طوموبيل، وخدم في نفس المدينه اللي تربى فيها وكبر فيها واللي هي مدينه طنجة. قرر مصطفى يجيب الاب والام ديالي يسكنوا معاه في ديك الدار ويصرف عليهم ويكون بهم، خصوصا ان الاب ديالو عيا وحتى المحل ما بقاش كيدخل ليه شي حاجه اللي هي كثيره، غير كان كيضرب تاع المرافق على الخوى الخاوي. الولد منين قال على والديه رفضوا تماما هذه الفكره، قالوا ليه هاد الدار اولدي فيها كبرنا وعندنا فيها بزاف ديال الذكريات، وهاد الحومه ولفناها وما كنسخاوش منها لدرجه الا سافرنا غير مده قصيره كيردنا الحنين ليها، عادي الا مشينا منا ورحنا لبلاصه اخرى. خصوصا ان باب دارنا عمرو ما تسد، ديما محلول قدام الجيران والحباب، ولفنا هاد العيشه وصعيب بزاف نعيشوها وسط الدار في عماره او وسط شي حي اللي واحد ما كيعرف واحد، وحتى السلام ما كيقولنا بعدا الا مرضنا ولا وقعت لينا شي حاجه كنلقاو الجيران حدا راسنا. المهم مصطفى عيام يحاول يقنع والديه يخرجوا من ديك الدار ويعيشوا معاه في ديك الدار ديالو الجديده، خصوصا انه دابا ولا كيتخلص مزيان بزاف ولا عنده صحاب من مستوى عالي وما غاديش يرضى يعيش في ديك الحومه ويشوفوا اصحابه. المهم مصطفى قرر انه غادي يمشي يسكن في ديك الدار لانه كان كيخلص الطريطات ديالها كل شهر، وحتى الا بغا كاع يكريها وفلوس الكرا زعما يخلص بهم الطريطات غادي تكرفصوا ليه الكرايه عليها. ومشى بقى ساكن فيها وكيطلع على والديه كل نهار تقريبا، كان كيجيب طوموبيلته وكيجيب لهم التقديه وداك الشيء اللي محتاجين ليه كامل وكيرجع لدارو. داز تقريبا عامين وهو خدام في ديك الشركه، ولكن ما كانش راضي على ديك الخدمه بزاف حيت كانت واخا الصالير فيها مزيان الا انها كانت كتاخذ ليه بزاف من طاقته. تقريبا كان كيخدم السيمانه كامله، كل سيمانه عنده توقيت في شكل، واخا كان كيتخلص على الويكاند بالطوبل ولكن حس براسو عيا بزاف ديك العامين وحتى الطاقه ما بقاتش عنده وعطى مجهود اكثر مما كان كيتوقع. حتى غادي يبدا مصطفى يدفع لشركات اخرين اللي احسن من هذيك اللي كان فيها، وفعلا حيت عنده تجربه غادي يتقبل دغيا في شركه مزيانه واللي ما كانتش مغربيه في الاصل، كتخلصو مزيان اكثر من اللي عنده، زائد انه عنده الحق في الويكاند يجلس يرتاح فيه وكياخذ ديالو. دوز مصطفى في الشركه قريب العام. هنا غادي تجي واحد البنت للشركه وغادي تقبل عندهم وغادي تبدا الخدمه مع مصطفى. هاد البنت هذه سميتها نسرين. نسرين كانت واحد البنت اللي ظريفه وفيها الهضره بزاف، يعني من النهار الاول اللي دخلت فيه لديك الشركه وهي كتهضر مع هذا ومع هذا حتى دارت بلاصتها، كلشي ولا كيعرفها مزيان. كانت خدمتها متقونه كيف كنقولوا، كتجي في الوقت ديما مشهوره، زائد الاحترام اللي كتبادلوا للموظفين اللي كانوا قدم منا. تما مصطفى تغرم بنسرين، من نهار جات للشركه كيدوز من حداها من البيرو كيبتسم ليها كيشوفها جالسه كان كيضحك معها حتى غادي يوليو اصدقاء. كل صباح كيتلاقاو في الخدمه، يعني كيجلسوا مع صحابهم اللي خدامين معاهم وكيبقى كيتعرف على نسرين بشويه بشويه. كيخرجوا كاملين في الويكاند مع صحابهم، كيتلاقاو في المناسبات، غادي يعرف عليها كل شيء. هي حين حسباتو صادق ديالها كانت كتقول ليه اي حاجه بهذا المعنى، كتبين ليه انها انسانه مثاليه وكتوريه داك الوجه اللي هي بغاتو يعرف. نهار على نهار مصطفى كيزيد يتعلق بنسرين، وكان كيعاود هذا الشيء لواحد صاحبه اللي سميتو مراد واللي خدام معاه في نفس الشركه. مراد كان عكس مصطفى، كيقول ليه ان ما متفقش معاك نهائيا في هذه البنت، كتبان ليا خفيفه وكتنافق في الناس
وكل مره كتضحك مع واحد كتبقى غير كتبتسم ديك الابتسامه المصطنعه والصفراء باش تبين راسها ظريفه، وداك الشيء كيبان مع المده. ولكن مصطفى طاح بو على حجره، البنت بغاها وحط عليها عينيه وما كتبان ليه حتى وحده من غيرها، وكيقول راه تزوجت بها غادي نبدلها ونغيرها وغادي تولي ما كتهضر مع حتى شي راجل من غير راجلها. بقى مصطفى مستمر في هذه الحلمه ديالو حتى بين ليها الاعجاب ديالو بها، وحتى هي قالت ليه كنبادلك نفس الشعور وكتعجبني. ولكن بالرغم من ذلك مصطفى كان كيلاحظ انها ماشي شي بنت اللي معقوله في هضرتها، وكتحس بها كتهضر معاك وهي متبته. نسرين ديما كانت كتبقى غير كتضحك على اي حاجه وما كتاخدش الامور بجديه. داز داك العام الاول حتى غادي يطلب مصطفى من نسرين الزواج، قال لها انا باغيك وباغياني، علاش ما نتزوجوش ونعيشوا تحت سقف واحد. ولكن نسرين كان عندها جواب اخر، بقات كتضحك وكتستهزأ بالهضره اللي قال لها مصطفى. قالت ليه واش كتهضر من نيتك؟ انا وياك راه من نفس المستوى ويمكن كاع انا اكثر منك. قالت له وانا ما نقدرش نتزوج بواحد بحالي ولا اقل مني في المستوى، ولا نكون غادي نحماق ونتزوج به. انا عايشه مزيان ومغليه في راسي، واللي بغيتها كنحضرها على راسي، ما عندك ما تزيدني ولا تنقصني. المهم صدمات بعض السيد غير حل فمو فيها، حيت بحال الا احتقرته نسرين. من ديك اللحظه وديك الساعه قلبت عليه وجهها. نسرين ما بقاتش لا كتشوف جهته ولا كتهضر معاه، هو كان متعلق بها بزاف، بحال الا بغينا نقولوا حب من طرف واحد. صاحبو مراد ديما كان كيقول ليه ديك السيده ما تصلحش ليك، واخا كاع غادي تتزوج بها غادي تلقى معاها مشكل كبير، خصوصا انكم خدامين في نفس البلاصه بجوج. زياده على هذا الشيء السيده فمها ديما محلول، كتضحك مع اي واحد شافته. انا بعدا ما نرضاش نشوف مراتي في دوك المواقف ونسكت. اللهم ما نتزوجش في نفس الخدمه ديالي، وحتى الا بغيتي تخرجها من الخدمه ما كانش غادي توافقوا، ديما غادي يكون عندكم مشاكل كبيره. هادشي في حالة الى قبلت. مصطفى هاد الهضره بقى كيدورها في راسو ديما ساعي وكيفكر، وديك الانسانه ما قادتش يمشيها من بالو نهائيا. كيشوفها كيف كتصرف مع الناس الاخرين كيبغي يحماها حيت ما كانتش كتعبرو. المهم دازت مده وهو في هاد الحاله حتى غادي يتبدل المدير وغادي يجي بلاصتو واحد المدير جديد. هاد المدير سميتو خالد. خالد واحد السيد اللي كبير بزاف على مصطفى، كان حس براسو بهذا المعنى وكيتعامل معهم خايب، يعني ديما هو الفوق والموظفين كيحسبوهم تحت منه. ولكن الملاحظه اللي لاحظها مراد مصطفى هو ان المدير كان كيتعامل مع البنات اللي في الشركه بطريقه مزيانه، اما الدراري فما كانش حتى كيهز راسو يشوف فيهم. فعلا كلهم بقاو كيلاحظوا هذه الحاله في الشركه لمده طويله، وعرفوا ان المدير مجوج وعنده ولادو في نفس العمر ديال دوك البنات تقريبا اللي في الخدمه، وحتى ان البنات اللي خدامين معاهم كان نص فيهم مزوجين وبولادهم. ولكن هذا المدير ما كانش كيفرق بين هادي ولا هادي. حتى لواحد النهار مصطفى غادي يلاحظ ان نسرين كتبقى تمشي للبيرو عند المدير وكتبقى معطله عنده لداخل. في الاول كان كيقول غير غادي تكون كتوريه شي حاجه في الخدمه، ولكن من بعد ولا كيشوف هو ديما كان كيعيط عليها، يعني كيتعامل معها ماشي بحال الموظفين الاخرين. هنا دخل الشك وبغى يعرف اشنو كاين. بقى حاضرها ومراقبها حتى غادي يشوفها كتركب معاه في الطوموبيل ديالو وكيمشيو بجوج. لغد ليه مشى عندها وبقى كيقول لها علاش كتصرفي هكا حدا الموظفين، كطيحي من قيمتك قدامهم، خصوصا انك كتبيني على المستوى ديالك. نسرين ما عجبهاش الحال يهضر معاها بديك الطريقه، ونط كتغوت عليه في الشركه وغواتهم كان كيتسمع بالجهد. جاو الموظفين اللي هما صحابهم كيفرقوا بيناتهم وكيصلحوا الصداع، وجا حتى المدير ديال الشركه. منين جا قدامها المدير بدات كتقول ليه بان مصطفى كيتحرش بها وانه ما خلاهاش تخدم في خاطرها، تبين انها مظلومه وهو اللي جا عندها كيتحرش بها. المدير ما عجبوش الحال، خصوصا ان نسرين عرفت كيفاش تهضر قدامه وطبو حتى بهذا المعنى. المدير غوت على مصطفى وسمعوا الهضره حدا صحابو وعطاه واحد الانذار اخير،
الى حاول يقرب من نسرين مره اخرى في الشركه او لا برا الشركه غادي يجري عليه. هنا مصطفى بقى كيعاود لمراد، هاد الشيء مراد اكيد غادي يثق بصاحبه وجا في جنبه، ولكن قال ليه اعطي البنت باتساع وبعد من طريقها. فعلا مصطفى حاول يبعد منها وما بقاش كيقرب لجهتها نهائيا، حتى ولا كيسمع شي هضره في الشركه على انها ما كتخويش من الدار ديال المدير. دابا غادي نرجعوا نشوفوا التحقيقات في القضيه ديال نسرين فين وصلوا. البوليس من بعد ما عرفوا ان نسرين خدامه في واحد الشركه والدار اللي تقتلات فيها هي ديال المدير ديالها، اكيد اول مشتبه به غادي يشكوا فيه هو المدير ديالها. مشاو جابوا المدير عندهم ومنين سولوا على علاقته بنسرين ما لقاوش نهائيا انه معها في علاقه، وقال بلي كان ناوي يتزوج بها، غير كان كيتسنى الموافقه ديال مراته هي الاولى، وان نسرين كانت عايشه في ذاك الدار واش راه اختصاصا باش يعيش فيها بيد ما تزوجوا، وغادي ياخذ لها فيلا فين تعيش. المدير قال لهم ديك الليله اللي تقتلت فيها نسرين كان بيت معاها، ومنين وصلت 8 ديال الصباح مشى يقضي شي غرض عنده في الشركه، وموراها غادي يدوز لدارو ويشوف ولادو ومراته، وخلى نسرين باقيه ناعسه. كيقول انه ما كان حتى شي مشكل بينه وبينها، كانوا فاهمين وناويين يتزوجوا. ومؤخرا قالت لي انها حامله. البوليس غادي يسولوا واش مراته فراسها انه غادي يتزوج عليها، حيت ربما هي اللي غادي تكون قتلاتها او لا شافتهم وبقات مراقباهم. قال لهم المدير ان مراته مازال ما صرحها بالموضوع وكيتسنى غير الوقت المناسب ويمشي يقولها لها، خصوصا انه بالنسبه ليه مشكل اللي هو كبير، لان السيده عاشت معاه مده طويله وعنده معاه وليدات، يعني ضروري غادي تجيها قاصحه. اما حتى نسرين فكانت كتعيش مع ماماها من قبل، ومنين تزوجات ماماها ولات كتسكن غير بوحدها، يعني ما غاديش تحس بالغياب ديال بنتها، واصلا ما كانتش كتعرفها فين بيتها ومع من. داكشي علاش فضلوا يبقاو ساكنين في دار وحده، مره يجي عندها مره يمشي عند مراته حتى غادي يلقاو الوقت المناسب فين يتزوجوا. البوليس واخا هكاك ما اقتنعوش على هاد الهضره، حيت ضروري ما غادي يشكوا فيه، خصوصا انه كان ساكن مع مرا اخرى وكيخون مراته. هنا غادي نمشيو للشركه وغادي يبداو البحث فيها. الموظفين اللي تما كاملين كيقولوا ان نسرين كانت عندها علاقه بالمدير، وداكشي ديالهم كان باين وواضح، وحتى انه ما كانوش كيتفرقوا، ولكن حتى واحد ما كان كيقدر يهضر ولا يقول شي حاجه، خصوصا ان نسرين كانت ظريفه معهم كاملين وكتعرف كيفاش تكسب الناس. هنا غادي يسولوهم البوليس على نسرين واش ما عندهاش شي مشاكل مع شي حد في الشركه، واش ما عمرها ما تبزات ولا تناقشات مع شي حد. واحد البنت اللي هي صاحبتها قالت لهم كانت تيمه بحال المشوا الفار مع واحد الموظف اللي سميتو مصطفى، حيت هذا السيد هذا كان باغيها وهي ما كانتش كتعطيه قيمه، ومنين ولا كيشوفها مع المدير ولا لاصق فيها وكيتابزوا بعض المرات، حتى انهم كانوا تخاصموا واحد المخاصمه كبيره في الشركه، والمدير عطى انذار. الشرطه سولوا على مصطفى في الشركه، لقاو انه من نهار ديال الجمعه ما جا الخدمه، يعني دابا راهم في نهار ديال الاثنين. وبمجرد ما تفتحت الشركه البوليس مشاو كيبحثوا مع الموظفين اللي فيها. هنا غادي يعرفوا من العساس ديال الشركه ان النهار ديال السبت المدير خالد كان في الشركه الصباح كامل، ولكن هذا الشيء ما كيعنيش انه ما متهمش في الجريمه، مادام مازال ما خرج تقرير الطب الشرعي ما تعرفتش وقت الوفاه، اذا حتى هو مازال في قائمه المشتبه بهم. غادي ياخذوا العنوان ديال مصطفى وغادي يمشيو عنده للدار، منين دقوا ما خرج عندهم حتى واحد. رجعوا البوليس للشركه كيقلبوا كيبحثوا معاهم، وهنا الشرطه عرفت ان واحد صاحبه مراد ما كانوش كيتفارقوا. قال لهم بان مصطفى نهار الجمعه بالليل توفى الاب ديالو اللي هو الخراز، او مصطفى ساكن بوحدو في دارو، اما دابا راه جالس في دار والديه. وقال لهم بانه مشى عزا نهار السبت والنهار كامل وهو معاه تما. البوليس غادي ينتقلوا لدار والديه، وفعلا غادي يلقاو واحد الجنازه ولا خيمه حدا الدار اللي كتبين انه كاينه جنازه تما. مشاو عند مصطفى ولقاوه في واحد الحاله خايبه، السيد كان باين عليه مقهور من الموت ديال باه. والبوليس
ما قدروش يسولوا على حتى حاجه حتى يولي السيد مزيان. وهذا الشيء الا ما لقاوش شكون اللي قتل مصطفى ربما يكون بغى ينتقم من نسرين حيت سمحات فيه وفضلت المدير عليه. ولكن الهضره اللي قال صاحبه مراد كتبين انه فعلا كان في الجنازه، لانهم داروا تما وسولوا عليه الناس اللي جالسين، كلشي كان كيقول ان مصطفى النهار كامل ديال السبت وهو كاين في الدار مع العشيه. المهم خداو بعين الاعتبار هذا التصريح ديال مراد. هنا غادي يخرج تقرير الطب الشرعي اللي كيقول ان الضحيه نسرين قتلت ما بين 8 و 10 ديال الصباح، وسبب الوفاه هي الطعنه اللي تلقات لها واللي هي كانت قويه في جنبها اليسار وانها كانت حامله. مشاو البوليس للفيلا ديال المدير باش يحققوا مع مراتو. منين وصلوا لقاوها هي وليداتها تما، سولوها واش عارفه بلي راجلها ديال علاقه في السر عليها ومخبيها عليها. السيده تصدمات وقالت لهم بلي عارفه ان راجلي مبلي بالقصير وديما سكران ومولف بهذا الشيء، ومره فين كان كيبان في الدار ولكن عمرها ما شدت عليه شي حاجه او لا لقاتو مع شي وحده. سولوها فين كانت ديك النهار اللي تقتلات فيها نسرين، قالت لهم انها كانت غير في الدار ديالها مع ولادها، وذاك النهار راجلها ما باتش في الدار وما جاش تقريبا يومين قبل البوليس. ملي كانوا في الفيلا ديال هاد السيده لاحظوا شي حاجه ما واضحاتش بينها وبين ولادها. البنت والولد ديال المدير كانوا كبار في السن فايتين 20 سنه، ولكن كانوا خايفين وبين فيهم وكل مره كانوا كيدوروا يشوفوا في امهم بحال الا كانوا مخبيين شي حاجه على البوليس وموصيين على هذا الشيء. غادي يهضروا معاهم البوليس ويسولوهم فين كانت ماماهم ذاك النهار. الدراري ما نكروش ان ماماهم بات في الدار، ولكن الطبيب الشرعي قال الضحيه تقتلات في الصباح تقريبا ما بين 8 و 10 ديال الصباح. اذا ربما هاد السيده لاحظت على راجلها شي حاجه او لا عرفته مع نسرين ومشات قتلاتها في ديك الدار. الدراري قالوا للبوليس انهم فاش باقوا الصباح كانوا غاديين للجامعه، لقاو ماماهم تتلبس حوايجها وخارجه وما كانتش بوحدها، كان معها خوها. منين سلموا على خالهم داك الصباح وسولوه فين غازيه، قالت لهم غازيه تقضي شي غرض هي وخوها وغادي ترجع دغيا للدار. هذا الشيء اللي صرحوا به ولاد المدير للبوليس شكوا في هذه السيده بزاف، خصوصا ان مصطفى اللي يقدر يرتكب الجريمه كانت عنده حجه باللي كان في جنازه. داو مرات المدير عندهم ومن خلال التحقيق معها لاحظوا ان السيده كانت كتدخل وتخرج في الهضره ومخبيه شي حاجه عليهم خايبه. البوليس غادي يزيروا معها وغيسولوها فين مشيتي انت وخوك داك الصباح باش يبحثوا موراها ويشوفوا واش كتكذب. السيده قالت لهم مشيت مع عيقات شي وراق داك الصباح حيت كان باغي يصاوب لاكارت وكنعاون فيه، ولكن بلاتي النهار اللي تقتلات فيه نسرين كان نهار السبت والخدمه ما تتكونش داك النهار. يعني حتى المدير راه غير مشى يقاد شي حاجه عنده في الشركه، اما حتى الخدامه والموظفين اللي كانوا خدامين عنده ما كاينينش. هذا مراتو كذبات كذبه وتيقاتها. البوليس مشاو جابوا خوها وفرقوهم على بعضياتهم. منين سولوه فين مشيتي داك الصباح مع اختك، قال لهم مشيت معها تشري شي اثاث للدار. اذا القضيه بدات كتبان وبجوج بيهم كانوا كيكذبوا. هنا غادي يواجهوهم بجوج وغيزيروا معاهم بحجه انه كيكذبوا على البوليس والكذوب ديالهم كان باين. هنا السيده مرات المدير غادي تقرر انها تعاود لهم داك الشيء اللي طرا كله. هو قالت لهم انها كانت عارفه براجلها كيخون حيت في طبعو اللي شافها ديالو واللي ما شافهاش عنده فيها النص، لدرجه انه حتى من المساعدات جرات عليهم من الفيلا ديالها ولات كتقضي شغلاتها على راسها. حيت شحال من مره كتلقاه شاد الحديث مع شي مساعده وجالسين كيضحكوا، وكنت عارفه انه من قبل ما يمشي لديك الشركه كان في بلاصه اخرى وكان في علاقه مع الكتيبه ديالو، ولكن ديك الكتيبه قدرت انها تبعدها عليه حتى شحال من مره عددتها. ومنين جا لهاد الشركه ما كانتش كتعرف عليه حتى حاجه. حتى غادي تصدم البوليس بواحد المعلومه، هي ان مصطفى من بعد ما راقب المدير نسرين عرف انهم ساكنين في واحد الدار بجوج، وعرف كذلك انه شرا ديك الدار خصيصا باش ياخذ راحته معاها، وهذا الشيء اللي خلاه يجي للفيلا ديالو عند مراتو وعلمها بهذا الشيء. يعني مصطفى هو اللي عاود لمرات المدير كل شيء
وهي ما كانتش كتعرفو، حتى جا لعندها وعاود ليها علاش. مرت المدير تقول ديك الليله عرفاتو بيت معاها في الدار، هذيك الدار اللي شرا على قبلها. داكشي علاش دارت مع خوها يجي لعندها الصباح بكري. جا خوها في الصباح مع ديك السبعه لعندها وخرجوا مشاو لحدا العماره. غير هما شافوا راجلها هبط من الدار وركب في طوموبيلتو، طلعوا كيجريو للدار وصلناو على نسرين. كان كيحسب ليها هو اللي نسى السورد حيت المده الزمنيه باش خرج من الدار وباش جاو هما قليله بزاف. فتحت نسرين لهم الباب وهي ما كانتش كتعرف حتى واحد فيهم. دفع خوها الباب ودخلوا للدار وبقاو كيهددوها باش تبعد من خالد. نسرين كان راسها قاسح، شدت معاهم الضد وقالت لمرات المدير بانها ما غاديش تبعد عليه وهي حامله منه وغاديين يتزوجوا. خلات السيده خوها شات في نسرين ومشات للكوزينه، خدات واحد الموس اللي كبير بزاف وجات طعنات نسرين في كرشها وخلاوها مرميه تما ومشاو في حالهم. من بعد البوليس غادي يسولوهم على اداه الجريمه فين الدواء. خوها قال انه اتخذوا نزاع باش ترتاح حيت كانت في حاله خايبه بزاف، وهو خدا ديك الموس وركب في طوموبيلتو ومشى لاحو في البحر. من بعد ما خداو الاقوال ديال مرات المدير وخوها غادي يحققوا مع مصطفى اللي اعترف لهم بانه هو اللي علم مرات خالد بالخيانه ديالو حيت كان باغي نسرين وبغاها كذلك تبعد عليه، ولكن ما كانش عارف انها غادي تقتلها ولا تقتلو حتى هو. وحتى مرات المدير قالت انها ما كانتش باغيه تقتلها، غير في ديك اللحظه ما قدرتش تمتلك الاعصاب ديالها، خصوصا ان نسرين كانت كتستفزها بان راجلها كان كيعاود لها على مراته وانه ما بقاش باغيها وغادي تزوج. من بعد الاعترافات ديال مرات المدير وخوها تقدموا للعداله والمحكمه حكمت على مراته بالمؤبد، اما خوها تحكم عليه 15 عام ديال الحبس لانه كان شاد نسرين في الوقت اللي قتلتها اخته، وكذلك هو اللي مشى لحادة الجريمه وتخلص منها. اما مصطفى خرج براءه من هذه القضيه لانه غير عطى معلومه للسيده. وحنا غادي نكونوا سالينا قصتنا اليوم ونشوفكم في الفيديو الجاي مع قضيه وقصه جديده، وتطلعوا الى الفيديو الجاي وبالسلامه عليكم.